السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نداء إلى كلاب المشترك الذين لم يحترمون أنفسهم ولا قيمهم ولا إخلاقهم الإنساني، والذين يخلون كلاب تنبح ويستحقرون الشعب اليمني. وهذا النداء موجه أيضا إلى كلب الجزيرة وحمار إسرائيل وكلب إسرائيل الذي زنت به أمه من شارون. نقول لفيصل القاسم الذي أبيه الحقيقي شارون إنه مخنوط وابن قحبة، لأنه يتكلم بشيء لا يخصه ولا يعنيه. نحن نقول لك يا كلب، يا ابن الكلب، اليمن ليس باختصاصك أنت، ولا تعنيك لا أنت ولا أمير قطر. يا من أمك يركبها اليهود في إسرائيل الكبرى. ونقول عاشت دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، والموت لكم يا كلاب يا فلسطينيين يا مخانيث العرب، لما المخنوث يشتي كل الناس يكونوا مخانيث من جيزة. أنت يا ابن الكلب تكلم على رئيسنا وأبونا وقائدنا. أنت يا ابن الكلب يا فيصل القاسم يا كلب إسرائيل وحمار قطر، أنت والقحبة الجزيرة مع مخلوط قطر تتكلمون عن اليمن، تتكلمون عن أسيادكم يا كلاب. أنت تستحقر الشعب اليمني يا حمار. نحن عتاة القوم، ونحن أشد بأس وذو بأس عظيم. ثلاثة القرآن يا حمار نزل على أهل اليمن مما يدل على حضارة اليمن، ومما يدل على قوتهم وقوة عزيمتهم وبأس شدائدهم. نحن مطبقون الشورى من قبل أن تخلق يا حمار. أنت كلب تتكلم عن الشاوش. أي شاوش تتكلم عنه؟ عن الرجل الذي درس علمه تحت الشجرة، قرأ القرآن وعاده، ويمثل بعالم كبير. هو ليس عسكري بس يا حمار، درس وقرأ القرآن وعاده، وتعلم من كتاب الله وسنة رسوله كل الأحاديث، متشبع بالإسلام وبالإيمان، مش مثلك طرطور تخرجت من بريطانيا أو من أمريكا أو من أي دولة سكرت فيها. لو سئلنا أمك من أبيك الجواب لا تدري من أبوك يا حمار. هي لم تعرف من الناكح لها.
سواء بواب الزنزانة أو بواب السجن المركزي الكبير أو جندي الجيش أو جندي الشرطة الإسرائيلي. أنت يهودي وابن يهودي، وأنت تخدم إسرائيل لأنك ابنهم. يا حمار. إن نحن نقول للحمير حمير قطر وطرطورها والقواد على زوجته المعرس حمد بن خليفة الذي خلى زوجته يعني تحفة ليركبوها كل من أتى إلى قطر بزيارة تفقدية سواء من إسرائيل أو أمريكا أو بريطانيا. العالم كله يعرف إن قحبته اسمها موزة. إضافة إلى هذا الطرطور الذي هو من أصل فلسطيني ونكح أمه يهودي وتبنته في سوريا وليس هو في سوريا، لأنه من أصل يهودي وليس هو عربي عبري. ابن كلب، ابن حرام، ابن قحبة. هو يريد أن يقول لنا ماذا نعمل في شعبنا. نحن نمارس حقنا في الديمقراطية الحرة. مش شغل أمك إن الرئيس حقنا ل33 سنة ولا مليون سنة. المهم إن نحن راضين فيه وممارس حقه في الديمقراطية كمثل غيره مواطن يمني. واليمن لا تخصك أيها الحمار. ونقول لأمك fuck you in English. This is not your motherfucker Yemeni's business to you. This is not your motherfucker business. This is civilian of Yemen business. Fucking faggot. نحن نقول للمخنوث ابن القحبة ابن الطرطور ابن الطرطورة السكران المخنوث فيصل القاسم دي أنا أنكح أمه ومرته وزوجته وعاره وحريمه إنه يلقن نفسه ولا يتكلم عن اليمن وإذا هو رجل يواجه. وأنيك أمك إذا ما اديت للعنوان حقك واجهتك يا ابن الكلب. دخل اليمن بلادك. اليمن بلاد أبوك. مارش معك يعني بلاد يا ابن الكلب. ما عند أبوك أي كرامة ولا إنسانية ولا قيمة. تتدخل في شؤون ما لا يعنيك. أنت والمخلود أمير قطر والزوجة موزة قحبة النصارى واليهود. أنتم عيال كلب وطراطير وأبناء قحاب. تدخل باليمن، تدخل بصقر العرب والمسلمين بالذي حرر أمك من تحت اليهود يوم كان يركبها ورزنا منك. من دي بزيك من فلسطين لسوريا. الجواب علي عبد الله صالح يا حمار. من شكل قوات الردع العربي وحمي أمك يوم كان يريكوها في طيزة وسطى علي عبد الله صالح أبونا وقائدنا ورئيسنا. ونحن نقول لأي إنسان أو لأي قوة في الأرض
فكلتكم أمهاتكم. شعب اليمن الله معك نعم المعين والعون يا قاهر الأحباش والأتراك والفرعون. باقي معانا أمريكا والروس والصين، وأما المخلوط قطر من يتكلم من أبوه الطرطور الراضي على زوجته معرس، أو فيصل القاسم أو ابن عطوان. أنتم يا سكارى يا طراطير تتكلمون عن أسيادكم، تتكلمون عن الشعب الذي لا يقهر أبدا. احنا لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى. تتكلمون عن شعب القرآن، عن شعب القرآن الذي نزل فيه القرآن ثلاث القرآن يا حمير نزل على أهل اليمن، أي إن أهل اليمن هم أشد القوم، سواء قوم ثمود أو قوم عاد أو قوم إرم ذات العماد أو عون الذي فر إلى مصر وسمي بفرعون ابن عاد، أو قوم شعيب أو قوم صالح. يعني كله على أهل اليمن. ما نزلش عليكم أيها الكلاب، أنتم نزل عليكم قوم لوط، لأن أنتم لوطة أبناء كلب، ما يخلق الطفل إلا وحكي طيزة. الحين أنتم يحكوكم أطيازكم يا مخانيث، يا ذي بعتم القدس وكنفاتها، يا ذي أنتم عملاء لإسرائيل وأعداء للعرب والمسلمين. أنا أقول لك يا طرطور، زي ما أنت نكدت وأبيت أن تتكلم عن سوريا، من قال لأبوك تسب بلدي؟ أنا أنيكك وأنيك أمك وأنيك زوجتك يا ابن الكلب، ذهاب وإياب، أنت وأمير قطر. أنتوا لو أنتوا حمير واجهوا، ولكن ما همش أنتم. هو حميد القحبة وعبد المجيد المخنوط وعلي محسن المخنوط الطرطور بيقلب نفسه انه هتلر اليمن واله من دون الله وملك موت اليمن على اساس الفلوس، ولكن الشعب اقوى منكم ومن المخانيث حقنا الذين يعني باعوا اليمن لشوية طراطير سكارى عرابيد. تتكلم عن الشاوش يا ابن الكلب، لماذا لم تتكلم عن مناحم بيجن او عن شارون كم نهكحوا امك، او عن بنيامين نتنياهو؟ حررت الجولان، حررت الضفة الغربية، حررت بيت تل أبيب، من حررت غزة؟ لا، اليهودي ينكح امك واختك وحسبتم فلسطيني. اما ان معاك مسباب، ما مش معاك مسباب، انتم طراطير. وهذا يكفيك، ونحن نقول لك كف وإلا فزدنا. وإذا كنت رجال قل وين أنت ونحن سنأتيك وجها لوجه، نرويك كيف تتكلم عن الشاووش يا حمار. الشاووش شعب يرشحه،
الشهوات